السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. أهلا بكم في درس جديد ومنهجنا الجديد. الدرس الأول هو الموقع الجغرافي لوطننا العربي. في البداية قبل ما نبدأ نقسم الدرس بتاعنا للنقاط الأساسية عشان نبقى عارفين الدرس بيبدأ منين وبينتهي فيه. الدرس بتاعنا بيتكلم على 3 موضوعات أو 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى الموقع الجغرافي للوطن العربي، والنقطة الثانية مساحة ودول الوطن العربي، والنقطة الثالثة أهمية الموقع الجغرافي. يبقى بنتكلم على 3 حاجات: الموقع الجغرافي هو إيه؟ ومساحة ودول الوطن العربي، وأهمية الموقع الجغرافي. نبدأ أول نقطة الموقع الجغرافي. الوطن العربي يا شباب بيقع في وسط قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، عشان عارفين طبعا في قارات العالم الجديد اللي هي الأمريكتين وأستراليا مش تبعنا دلوقتي. فالوطن العربي موجود في وسط قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. بس مش معنى كلامي إن فيه دول عربية في قارة أوروبا، لا، الوطن العربي موجود بس في قارتين اللي هي آسيا وأفريقيا. لو بصينا كده على الخريطة، قارات العالم القديم اللي هي ادي قارة آسيا وادي قارة أفريقيا وقارة أوروبا، فالوطن العربي موجود في وسط القارات دول. لكن الوطن العربي موجود في أنهي قارة بقى من دول؟ موجود في القارتين اللي هي آسيا وأفريقيا. لو كبرنا شوية الخريطة هنلاقي عندك دول عربية في الجناح الآسيوي أو في الجزء الآسيوي، ودول عربية في الجزء الأفريقي. اتفقنا يا شباب؟ طيب حدود بقى الوطن العربي إيه هي؟ الحدود يعني آخر حاجة للوطن العربي، الحدود من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، مهم جدا نبقى عارفينها. حدود الوطن العربي من الشمال، ركز بقى معايا في اللي جاي. حدود الوطن العربي من الشمال حاجتين: جبال طولوس والبحر المتوسط. يبقى حدود الوطن العربي من الشمال جبال طولوس، بص معايا كده في الخريطة، من الشمال جبال طولوس والبحر المتوسط، دي الحدود الشمالية. طيب الحدود الشرقية بقى يحد الوطن العربي من الشرق 4 حاجات. أول حاجة جبال كردستان وجبال زاجروس والخليج العربي وخليج عمان. أوضع على الخريطة تبقى أنت فاهم وشايفها. من الشرق جبال تمام كردستان وجبال زاجروس والخليج العربي وخليج عمان، دي الحدود الشرقية. من الجنوب بقى بيحد الوطن العربي من الجنوب بحر العرب والمحيط الهندي والصحراء الكبرى. ادي البحر العرب والمحيط الهندي والصحراء الكبرى، دي الحدود الجنوبية. من الغرب حاجة واحدة بس وهي المحيط الأطلنطي. تمام؟ يبقى دي عندك هنا الحدود الوطن العربي من الغرب المحيط الأطلنطي. يبقى عندك كده في الشمال جبال طروس والبحر المتوسط، من الشرق جبال كردستان وجبال زاجروس والخليج العربي وخليج عمان، من الجنوب بحر العرب والمحيط الهندي والصحراء الكبرى، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. كده اتكلمنا على النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى مساحة ودول الوطن العربي. مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع. والوطن العربي بيضم كم دولة؟ 22 دولة بيجمعها تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. عدد الدول العربية زي ما قلت 22 دولة، متقسمين بقى جزء في الجناح الآسيوي أو في قارة آسيا وجزء في الجناح الأفريقي. عدد الدول العربية الآسيوية 12 دولة، والدول العربية الأفريقية 10 دول. ومهم جدا تبقى أنت عارف أسماء الدول الآسيوية العربية، يعني الآسيوية والأفريقية. ركز بقى كده معايا في الخريطة الجزء الآسيوي. نبدأ أول حاجة عندك دولة العراق، شايف مكانها فين؟ ودولة سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والكويت، كده عندك 6 دول. تمام؟ بعد كده السعودية واليمن وسلطنة عمان، وهنا بقى الإمارات وقطر، والدولة الصغيرة ديت اللي في وسط الدايرة الحمراء شايفها، دي دولة البحرين. لتعتبر البحرين أصغر الدول العربية من حيث المساحة، ودي موجودة في الجزء الآسيوي. أما بقى الدول العربية في الجزء الأفريقي عندك مصر، السودان، ليبيا، تونس،
الجزائر، المغرب، موريتانيا، والصومال، وجيبوتي. والجزائر بتعتبر أكبر الدول العربية في المساحة. يبقى أنت عندك الدول العربية أصغرها البحرين وموجودة في قارة آسيا، وأكبرها الجزائر موجودة في قارة أفريقيا. الدول العربية الأفريقية اللي أنت شايفها قدامك كده دول 9 دول. تبقى لنا دولة واحدة وهي جزر القمر، ودي موجودة في المحيط الهندي. أدي عندك هنا الدول العربية الأفريقية كلهم فوقهم. آخر واحدة بقى عندك دولة جزر القمر مكانها أهو في المحيط الهندي. اتفقنا؟ ده بالنسبة للنقطة الثانية وهي مساحة ودول الوطن العربي. تبقى لنا آخر حاجة وهي أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي. في عندك أهميتين، أهمية اقتصادية وأهمية ثقافية وحضارية. أول حاجة الأهمية الاقتصادية بيقول لك لموقع الوطن العربي أهمية اقتصادية كبيرة. بيجي لك سؤال بما تفسر، إيه السبب؟ هنقول في حاجتين. أول حاجة بيشرف الوطن العربي على مسطحات مائية مهمة زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، مكانهم أهو على الخريطة. أدي البحر الأحمر وادي البحر المتوسط والخليج العربي. يبقى دي أول أهمية اقتصادية، إنه بيشرف على 3 مسطحات مائية هامة، وكمان بيشرف على ممرات مائية هامة وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس ومضيق جبل طارق. وعشان نعرف يعني كلمة مضيق، المضيق معناه ممر مائي طبيعي ضيق يصل بين مسطحين مائيين. ده معنى كلمة مضيق، ولازم يكون طبيعي مش صناعي، يعني زي القناة بتتحفر، لا، ممر طبيعي. عندك أول ممر مائي هام موجود بين الخليج العربي وبين خليج عمان. الممر بقى الضيق الصغير ما بينهم دوت ده اسمه مضيق ما بين خليج العربي وخليج عمان، وهو مضيق هرمز. مهم جدا يا شباب، وبأكد انك تبقى انت عارف كل مضيق بيصل ما بين ايه وايه. يعني مضيق هرمز بيصل بين الخليج العربي وخليج عمان. الممر المائي الثاني بيصل ما بين البحر الأحمر وخليج عدن. الممر الصغير دوت اسمه مضيق باب المندب. يبقى مضيق باب المندب بيصل بين البحر الأحمر وخليج عدن. الممر المائي الثالث بيصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، طبعا عارفين هو ايه؟ قناة السويس. آخر حاجة ممر مائي بيصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، أهو مضيق جبل طارق. يبقى عندنا كده 4 ممرات مائية: مضيق هرمز، مضيق باب المندب، قناة السويس، ومضيق جبل طارق. ومهم تعرف كل واحد من دول بيصل بين إيه وإيه. كده اتكلمنا على الأهمية الاقتصادية. الأهمية بقى الثقافية والحضارية بيقول لك برضو لموقع الوطن العربي أهمية ثقافية وحضارية. إيه الدليل على كده؟ 3 حاجات. أول حاجة، قامت على أرض الوطن العربي أقدم الحضارات في العالم زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. الأهمية الثقافية الثانية أو الحضارية الثانية إن الوطن العربي موطن الديانات السماوية اللي هي اليهودية والمسيحية والإسلام، قامت طبعا في الوطن العربي. آخر حاجة، الوطن العربي بيضم الأماكن المقدسة للديانات زي الكعبة موجودة في السعودية، وكنيسة القيامة موجودة في فلسطين، والأزهر الشريف موجود في مصر. يبقى في السعودية ومصر موجود فيها الأزهر الشريف، وفلسطين موجود فيها كنيسة القيامة. وكده نكون اتكلمنا عن الأهمية الاقتصادية والأهمية الثقافية، وبكده نكون خلصنا ال3 نقاط في الدرس. أرجو تكونوا استفدتوا معنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.